إذاعة أكاديمية الفنون تقدم دكتور شيف. دكتور شيف. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وسعيد علينا جميعا. النهاردة معانا في دكتور شيف أصناف سريعة وبسيطة. هبدأ معاكم بالشوربة. شوربة البروكلي بالكريمة. مكوناتها: أجيب البروكلي الفريش وأقطعه قطع صغيرة، 2 فص ثوم مهروس، بصلة مفرومة في الكبة، 2 معلقة دقيق، 2 قالب زبدة، 2 كوب مرقة دجاج، 1 كوب كريمة، ملح وفلفل. وفي إناء على النار أضيف 2 قطعة الزبدة معاهم البصل والثوم المفروم، ونضيف إليهم البروكلي اللي متقطع قطع، وابدأ في التقليب. أول ما يوصل لونهم للون الذهبي أضيف 2 كوب مرقة الدجاج واتركهم على النار كل المكونات لغاية ما تنضج. أول ما يتم النضج أضيف كوب الكريمة واسيبهم دقيقة على النار، وبعد كده أطفي النار وبالهاند بلندر أخلط كل المكونات مع بعضها، وبعدين في طبق التقديم. وكل سنة وانتم طيبين بالهنا والشفا. دكتور شيف. ودلوقتي مع الطبق الرئيسي: دبابيس الفراخ بالبطاطس. المقادير: كيلو دبابيس فراخ مغسولة كويس جدا، 2 كوب زبادي، نص كوب زيت، 2 معجون طماطم، معلقة كبيرة كاري، معلقة كبيرة بابريكا، ملح فلفل، بهارات فراخ، ثوم مفروم، كيلو بطاطس متقطع مكعبات، و2 حبة بصل متقطعة جوليانو. نجيب في بولة 2 كوب الزبادي ومعاهم نص كوب الزيت ومعجون الطماطم والكاري والبابريكا والملح والفلفل والثوم المفروم وبهارات الفراخ، ونمزجهم كلهم مع بعض. وبعدين نجيب دبابيس الفراخ ونبدأ نشرطها بالسكينة، ونضيفهم كل المكونات دي على الفراخ ونحطهم في التلاجة يتبلوا لمدة ساعة. في الوقت ده ببقى معايا صينية فرن أرص فيها البطاطس والبصل وأتبلهم بالملح والفلفل. أطلع الفراخ المتبلة بالمقادير السابقة وأحطها فوق البطاطس، وبعدين على درجة حرارة فرن 180 أحطهم لمدة ساعة، بس أضيف عليهم كوب ونص من المية، وكل شوية أبص عليهم. أول ما ياخدوا اللون الشوي الجميل أطلعهم وأقدمهم مع رز أبيض جميل وبالهنا والشفا. دكتور شيف. وصلنا دلوقتي للسلطة، ومعانا النهاردة سلطة الراهب وهي سلطة شامية. مكوناتها: ثمرة بتنجان اسود، 2 طماطم متقطع مكعبات، 2 بصلة متقطعة مكعبات، 1 فلفل اخضر متقطع مكعبات، 2 معلقة دبس رمان كبيرة، 1 معلقة خل، 1 معلقة زيت، ملح فلفل. اول حاجة نبتدي بيها ان احنا نحط البتنجان جوه الفرن لغاية ما يتم شويه، وبعد كده أول ما يبرد البتنجان نبدأ نقشره من القشر اللي عليه وناخد محتوياته وبالشوكة نبدأ نهرسها، وبعدين نحط الطماطم والبصل والفلفل والزيت ودبس الرمان ونخلط كل الخليط ده مع بعضه، وبالهنا والشفا. كده خلصنا أحلى سلطة. دكتور شيف. وصلنا لآخر وصفاتنا وهي السوبيا. هي سهلة قوي قوي. نجيب معلقتين سوبيا جاهزة مع لتر لبن ونحطهم كلهم في الخلاط ونخلطهم كويس جدا جدا جدا، وبعدين على التلاجة وساعة الفطار نشرب منها وبالهنا والشفا. كان معاكم دكتورة نرمين عبد الحميد عباس، المعهد العالي للسينما، قسم المونتاج. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. دكتور شيف. دكتور شيف.